ولد الشيخ عبد الحميد كشك في قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة في 14 من شهر ذي القعدة من عام 51 و300 وألف هجرية، الموافق للعاشر من الشهر الثالث من عام 33 و900 وألف ميلادي. وحفظ القرآن الكريم وهو دون 10 من عمره، وقد كان مبصرا إلى أن صار عمره 13 عاما ففقد نور إحدى عينيه، وفي سن 17 فقد العين الأخرى. وكان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي عنهما نور. التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية، ثم حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، وكان ترتيبه الأول على الجمهورية. ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وكان الأول على الكلية طوال سنوات الدراسة. وكان أثناء الدراسة الجامعية يقوم مقام الأساتذة بشرح المواد الدراسية في محاضرات عامة للطلاب بتكليف من أساتذته. بعد تخرجه في كلية أصول الدين حصل على إجازة التدريس بامتياز، ثم عمل إماما وخطيبا لعدة مساجد في القاهرة حتى عام 1400 وألف هجرية، 81 و900 وألف ميلادية، حيث تم منعه من الدعوة والخطابة إلى أن لقي ربه. اعتقل الشيخ عام 84 و300 وألف هجرية، 65 و900 وألف ميلادية، وظل بالمعتقل مدة 2 عامين ونصف، تنقل خلالها بين عدة معتقلات. كما اعتقل عام 41 وألف هجرية، 81 و900 وألف ميلادية، وقد لقي خلال هذه الاعتقالات عذابا شديدا ترك آثاره على كل جسده، وكان كما قال مرافقوه داخل السجون مثالا للصبر والثبات والاحتساب واليقين. يعتبر الشيخ عبد الحميد كشك من أشهر الخطباء في مصر والعالم العربي، فقد قضى أكثر من 35 عاما في خدمة الدعوة الإسلامية، وله أكثر من 3500 شريط تم توزيعها في جميع أنحاء العالم. وقد كتب الله لها الذيوع والانتشار، نظرا لما يتميز به الشيخ من صدق وثبات وشجاعة وذكاء حاد وخفة الظل التي قربت مفاهيم الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى المواهب الشخصية التي حباه الله بها كالذاكرة الذهبية واللباقة والفصاحة التي لا مثيل لها. لقد تحدث الشيخ كشك عن موضوعات متعددة في الخطب والدروس، فلقد كان يقف وقفة الحق أمام الباطل والظلم والفساد في خطب الجمعة. أما في الدروس فلقد كانت موجهة لإصلاح الفرد المسلم دينيا ودنيويا. ترك الشيخ أكثر من 100 كتاب تتناول كافة مناهج العمل والتربية الإسلامية، وكان في كل هذه الكتابات ميسرا لعلوم القرآن والسنة، مراعيا لمصالح الناس وفقه واقعهم بذكاء وعمق وبصيرة. كما توج جهوده العلمية بمؤلفه الضخم في 10 مجلدات في رحاب التفسير، الذي قام فيه بتفسير القرآن الكريم كاملا. كانت نهاية الشيخ المجاهد بحق هي حسن الختام، فقد توضأ في بيته لصلاة الجمعة، وكعادته كان يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد، فدخل في الصلاة وصلى ركعة، وفي الركعة الثانية سجد السجدة الأولى ورفع منها، ثم سجد السجدة الثانية، وفيها أسلم الروح إلى بارئها متوضئا مصليا ساجدا، وذلك في 25 من شهر رجب من عام 17 و400 وألف هجرية، الموافق للسادس من ديسمبر لعام 96 و900 وألف ميلادي. وبقدر ما كان الحزن يعتصر المحبين للشيخ، بقدر ما كانت سعادة الكثيرين منهم بهذه الخاتمة الطيبة الحسنة. رحم الله شيخنا رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته،
وغفر الله لنا وله ولجميع أموات المسلمين. وإذا كان هناك دول عربية أمثال الكويت وموريتانيا والخنفس الذي يحكم المغرب، الملك الحسن الخنفس، الملك الحسن الذي يستضيف الفنانين من عندنا ليغنوا له، وطلب من شادية أن تغني بين يديه الحنة تمر الغزال يا تكميل حنة والبيت المسجد الأقصى في أيدي اليهود يا خنفس. يؤيد ويقول للعراق انا مستعد ان ارسل اليك جميع المعونات. والملك الحسين يؤيد، الحسن والحسين يؤيدون العراق، والسعودية تؤيد العراق. هذا ظلم. ولنا وقفة في الرد على العقيد لا يتسع المجال لها الآن. فإذا ما انتقلنا من ليبيا إلى المغرب، ما هو موقف المغرب؟ رجل أهدى للمطرب الراحل سيارة ب20,000 جنيه. 20,000 جنيه. ملك المغرب رجل طرب وغناء، ولا بد له مع مصر كل عام ان يذهب من مصر 20 مطربا ليسمعوه الاغاني هناك. فاذا ما انتقلنا من المغرب الى تونس وما ادراك ما حاكمها رجل لا يعرف الله ولا يقيم للاسلام وزنا. فاذا ما انتقلنا الى الجزائر فموقف المتفرج، والنار تحت الهشيم طرعة، والسم في الامعاء يزحف. فاذا ما انتقلنا الى دول البترول فلها في بنوك اليهود 150 بليون دولار، بليون بالباء لا بالميم، يعني البليون 1000 مليون. تنام هذه الارصدة وتتمرغ في بنوك اليهود، وشعوب المسلمين حفاة العراة. انك ستموت لو وجد الحكام امثال هؤلاء الناصحين ما ضلوا السبيل، ما فتحوا السجون، ما قتلوا الابرياء، ما افسدوا في الارض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. مستشار خاص لامير المؤمنين يذكره بالموت، يذكره بالله. فهل عند حكامنا امثال هذا المستشار؟ لا. ان الشعار الذي رفعناه من عام 52 النفاق سيد الاخلاق. نافق او وافق والا تفارق. ان الشعار الذي رفعناه من ليس معنا فهو علينا. اذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثوبي وقل لي يا عمر اتق الله فانك ستموت. انك ستموت. وانا عندما اقف بجانب امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز اشعر بنفسي كأني شعاع متسلل من حنايا النافذة بجانب الشمس في ضحاها. اذا رأيتني ضللت فخذ بمجمع ثوبي وقل لي يا عمر اتق الله فانك ستموت. وكلمة اتق الله في مصر جناية،
جناية لا تغتفر اذا وجهت للحكام. ويرحم الله اياما قضيناها وراء قضبان السجون. ولا انسى هذه الليلة كنا ننام في دورات المياه، كنا ننام في دورات المياه. كان الواحد يضع قدميه داخل الدورة ورأسه خارجها، فمن اراد ان يدخل الدورة قام الانسان من نومه. 70,000 بعد سنة 65 كانوا يعذبون عذابا لم يعذبه احد من العالمين. ووقف حاكم مصر يومها بعد النكسة في يوليو سنة 67 القى خطابا، وقال في خطابه انني سألت الدكتور عبد المنعم القيسوني عن حال الاذاعة في انجلترا ايام الحرب العالمية الثانية، وقلت له هل كانت الاذاعة هناك ايام الحرب تذيع الاغاني العاطفية؟ فقال القيسوني رضي الله عنه وارضانا به وجعلنا الله في بركاته، قال له نعم يا سيد الرئيس، كانت تذيع الاغاني العاطفية. ومن هنا فقد اصدر الحاكم امره الى الاذاعة المصرية ان تذيع الاغاني العاطفية. قلت سبحان الله، نموت موتا بطيئا في السجون والحاكم الذي لا قلب له يراعي شعور الشعب حتى في الاغاني العاطفية. قوم يموتون موتا بطيئا وراء القضبان، ينامون على البلاط في شدة البرد وتغلق عليهم الزنازين في شدة الحر، ومع ذلك لا يرتفع صوت واحد في 35 مليون يقول للحاكم اتق الله. لم يرتفع صوت ولم يشر اصبع. رجل يراعي حال الشعب في الاغاني العاطفية. الاغاني العاطفية تأخذه الشفقة بالشعب في الاغاني العاطفية فيأمر بإذاعتها، ودماء 80,000 لم تجف على رمال سيناء. على رمال سيناء كانت الدماء ما تزال تنزف من 80,000 سيقوا سوقا الى المذبحة الى ارض سيناء، وتأخذه الرحمة بالشعب في سماع الاغاني. ان هذا لشيء عجاب. فاستخف قومه فاطاعوه ولو انه وجد فيهم من يقول له اتق الله ما كانت هذه احوالنا وما صرنا الى هذا المصير البائس. ولكن الناس اذا رأوا الحاكم قد ضل فلم يأمروه بتقوى الله يوشك ان يأخذهم الله بعذاب من عنده. ان الله انزل الامين جبريل ليخسف الارض بقرية من القرى، فلما نزل جبريل قال يا رب ان في هذه القرية عبدا صالحا فماذا افعل؟ ماذا افعل؟ فيها عبد صالح، هل اخسف الارض به معهم؟ فقال له الله ابدأ به يا جبريل فانه رأى المنكر
تنكر امام عينيه فلم يتغير وجهه من اجلي.